حبايبي طلاب الصف الخامس ابتدائي، معكم مستر محمد عطية. إن شاء الله النهاردة هنحل امتحانات آه، الترم الأول. السؤال الأول هيبقى سؤال استماع. اسمع القصة أو القطعة اللي هيقولها لك المستر وتختار على أساسها. السؤال التاني choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. ده بيعتمد على ال vocabulary grammar، كلمات وحفظ في الكلمات والقواعد. is a glass building used for growing plants. مم. مبنى زجاجي أو من الزجاج يعني، مستخدم ل growing plants، زراعة النباتات، اللي هو green house، الصوب الزجاجي. طبعا ما ينفعش أقول شيد ظل ولا نايت مير كابوس ولا emission انبعاث. The system of writing in ancient Egypt is called مم. hieroglyphy. hieroglyphy hieroglyph hieroglyphs اللي هو الهيروغليفية، معذرة. في العاصمة. نظام الكتابة في مصر القديمة كان يسمى هيروغليفس، اللي هي اللغة الهيروغليفية. I wear، أنا أرتدي on my hands in winter. أنا برتدي إيه على إيديا في الشتاء؟ gloves، جوانتي. بلبس جوانتي في الشتاء يعني. اللي بعده طبعا مش بانتس بنطلون ولا شوز حذاء ولا سان جلاسز نظارة. السؤال اللي بعده ايكو سيستم وتيوريسيس سيويد رين فورست. everything in the nature natural world، كل شيء في العالم الطبيعي is connected، في الطبيعة يعني متصل. كل شيء في الطبيعة متصل. this connection between living and non-living things، الاتصال دوت من بين الكائنات الحية والكائنات الغير حية is called an ecosystem. ecosystem النظام البيئي. ecosystem النظام البيئي، هنكتب هنا ايكو سيستم، النظام البيئي. ايكو systems can be small like a rock ball، ممكن يبقى صغير زي بتاع ده، بركة صخرية. or they can be very big، ممكن يكون كبير جدا like the Amazon rainforest، غابات الأمازون المطيرة، طبعا كبيرة جدا. the living things، الأشياء الحية in a rock ball are fish crabs، الكائنات الحية بقى اللي موجودة في البركة المائية دي أو الصخرية. السمك والكرابس الكابوريا and سي ويد، عشب البحر. تمام، نخش على السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده سؤال تكست أو ال reading comprehension، القطعة القراءة. نقرأ الأسئلة ونجاوب على the general idea، الفكرة الرئيسية، أو ممكن أقول the main idea، الفكرة الرئيسية of the text is about. هنقرأ. بتبقى الفكرة الرئيسية موجودة في أول سطرين كده، أو أول جملتين تلاتة أربعة كده في أول إيه، في أول البراجراف. نشوف كده الفكرة الرئيسية عن إيه. هنا بيديني اختيارات: my favorite recipe ولا ingredients ولا butter ولا family. هنعرف. هنا my favorite thing is to bake is بسبوسة. this is how you make it first you need إذا كده بيتكلم عن البسبوسة يبقى my favorite recipe، وصفة الطعام المفضلة لدي. my favorite recipe. you can cut the بسبوسة into برضه هنا موجودة في القطعة. you can cut the بسبوسة into شوف كلمة cut. cut into diamond shapes. diamond shapes ممكن تقطعهم إلى شكل diamond shapes. لحظة.
يبقى الإجابة دايموند شيبس. What are the ingredients؟ ما المقادير أو المكونات you need to make بسبوسة؟ إيه المكونات اللي أنت هتستخدمها عشان تعمل بسبوسة موجودة في القطعة؟ عندنا ingredients. um, you need to ingredients coconut، جوز الهند، sugar، yogurt and melted butter. تمام. ده دي المقادير بتاعت الانجريدينتس، المكونات او المقادير بتاعت وصفة الطعام. عندنا بعد كده what do you pour over the بسبوسة؟ انت بتصب ايه على البسبوسة؟ ندور معايا على كلمة دول اهي. دي سيرب، بتصب السيرب اللي هو الشربات يعني over the بسبوسة. يبقى ده الإجابة على السؤال اللي بعده. بمنتهى السهولة خالص كده، جاوبنا على القطعة بمنتهى السهولة. بتدور على المفتاح بتاع الكلمة اللي انت عايزها، يعني هنا دورنا على كلمة آه، بور اللي هي بتصب. م. عندنا هنا how long، كم المدة how long يعني كم المدة does it take to bake بسبوسة؟ إيه المدة اللي هتقضيها في آه، طهي البسبوسة؟ عندنا هنا نشوف هنا 30 minutes. هنا بيقول bake the بسبوسة in the oven for 30 minutes، لمدة 30 دقيقة. السؤال اللي بعده بالترتيب. آم، نادين. فين الفعل هنا؟ في عندي making ده فعل، وعندي is ده فعل. هبدأ بالفعل المساعد طبعا is making. طبعا بعد am و is و are بضيف له الفعل، لو الفعل جاي بعدهم بضيف له ing. نديم بيكون بيعمل يعني كيك أم، لا لا لا. طب هنا بقى هنقول ايه؟ ان هنا مش هنبدأ بالاز، هنبدأ بالاز، هنقول جود على طول. نادين از يكون جود. مش شرط يجي بعدها الفعل، ممكن يجي بعدها صفر. اه. نادين از جود، نادين يكون جيد. ات فيه. مم. بعد قلنا ات بيجي الفعل مضاف له اي ان جي. ميكينج صناعة كيكس، الكيك. طبعا هتنقل الجملة مترتبة هنا. وات فين الفعل المساعد؟ ديد. فين الفاعل؟ زي. فين الفعل؟ باي. باقي الجملة last week. الجملة معناها ايه بقى؟ ماذا؟ بالفعل في الماضي. هما زي باي اشتروا، ما اقولش بوت اشتروا، لا هنا باي عشان دي دلت على الماضي. اشتروا معناها اشترت. اشتروا يعني مش يشتروا، لا اشتروا في الماضي عشان دي دلت على الماضي. last week الاسبوع اللي فات. ماذا هم اشتروا الاسبوع الماضي او اللي فات؟ السؤال اللي بعده الكلمة اللي بين القوسين ده هنصلحها. يعني هنا انا بعرض would you like، هل تحب؟ مادام في العرض، قلنا في العرض يبقى نستخدم some. هتقول لي يا مستر انت قلت لي في الاستفهام باخد ان، طب لا، ده في الاستفهام في حالة العرض والطلب باخد some. في الاستفهام في حالة العرض والطلب باخد some. هنا أنا بطلب بعرض would you like، هل تحب. طب لو بدأت بكان، لو بدأت بكان أو would يبقى كده ده عرض وطلب. can you give me، هل ممكن تعطيني some coffee بعض من القهوة. would you like، هل تحب some coffee بعض من القهوة. يعني لو في استفهام بقى ما بدأش بكان وما بدأش بود يبقى هنختار any يعني أي، وصام يعني بعض منه. you must أنت يجب، بعد must تجيب الفعل في المصدر، أشيل ال ing دي خلص أو اللسان. أنت يجب أن تسمع to your teacher لمعلمك. أول حرف بيكون كابيتال في الجملة، في الآخر question mark، هي محلولة. تمام. ولو هنا ما فيش أبوستروفي أنت تحطها. ماشي.
أول حرف يكون كابيتال. في الآخر أحط فول ستوب بنقطة عشان ما بسألش هنا ماي بيت جامز. تمام يعني كده. نقدر نقول خلصنا الامتحان النهاردة بمنتهى السهولة كده. بيقول لك اتكلم عن البراجراف عن هداية ملاك، طبعا لاعبة التايكوندو المشهورة. هتكتب لي 30 كلمة يعني، مثلا وليكن 5 جمل. طبعا الجملة زي ما احنا عارفين بيبدأ بالفاعل، أول حرف يكون كابيتال، وبعد كده الفعل، وبعد كده باقي الجملة. مثلا ممكن تقول تبدأ هنا بالفعل: هداية ملاك is a famous taekwondo player Egyptian taekwondo player، لاعبة التايكوندو المشهورة المصرية المشهورة. وتتكلم بقى عن إيه؟ ان انت خدته في القطعة. ممكن تضيف من عندك وتصعبش الجمل على نفسك، تكتب جمل سهلة وبسيطة. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان تتابعوا جديد. واللي عجب الفيديو مشاركة الفيديو مع أصدقائك غيرك، والتعليق أسفل الفيديو لو في حاجة مش فاهمها أو لو بكلمة تم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.